قراءة 3 أجزاء كل يوم، 3 أجزاء كل يوم. فنطلب منه في أول يوم في الشهر أن يقرأ 3 الأجزاء الأولى كل يوم مرة بصوت مرتفع في المصحف نظرا لمدة 30 يوم يكررها فقط قراءة خلال الشهر من المصحف فقط، من المصحف بصوت مرتفع. 30 يوم، كل يوم يعيدها لمدة 30 يوم. فإذا انتهى 30 يوم، انتهى الشهر، يبدأ في ال3 الأجزاء التي بعدها ويقرأها نظرا في المصحف بصوت مرتفع لمدة 30 يوم. وهكذا يختم الختمة في 10 شهور. فيكون قرأ كل جزء 30 مرة نظرا بصوت مرتفع في المصحف. احفظوا هذا يا اخوان. يكمل في الختمة الأولى في 10 شهور. نبدأ الختمة الثانية. يقرأ ال3 الأجزاء الأولى كل يوم مرة من أول الشهر لمدة 20 يوم، لمدة 20 يوم. ثم في 20 يوم التي تليها يقرأ ال3 الأجزاء اللي بعدها، ثم التي تليها في الأجزاء التي بعدها، وهكذا. فحينما يختم الختمة نبدأ الختمة الثالثة، ويقرأ ال3 الأجزاء نظرا بصوت مرتفع في المصحف لمدة 15 يوما، وهكذا حتى يختم الختمة، فتكون هذه الختمة الثالثة. فيكون قد قرأها أول مرة 30 يوم، ثاني مرة 20 يوم، ثالث مرة 15 يوم، فيكتمل عنده 65 يوم. يكون ختم الختمة 65 مرة، فيثبت حفظه تماما. نظر فقط. نظر فقط. هذا طبعا لا علاقة له بالدرس الذي يقرأه كل يوم، ما لنا علاقة به، هذا بس لتثبيت الحفظ.